رحت اشتريه لقيت الازازة ب100 جنيه، قلت ب100 جنيه ايه ده، بشوية سكر هعمل اكتر من نص كيلو في البيت. تعالوا صلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. ويلا على طول نجيب طاسة ونحط فيها كوباية كبيرة من السكر كده، او نص كوباية زي ما انت عايزة يعني. ونسيبه بقى لحد ما يبتدي السكر يسيح، وبعد كده ناخد الجوانب ندخلها لجوه ونقلبه بمعلقة خشب، ما ينفعش سيليكون خالص. اول ما يفك معايا بالشكل ده بجيب بقى كوبايه الا ربع من الميه، عليها معلقه نشا صغيره مش كبيره، وبجيب مكعب من الزبده كده حلو، يعني حوالي معلقه كبيره، وبنزل بيها كده. وهنا بقى النار بتكون واطيه تماما. اول ما الزبده تسيح انزل بقى بالميه بالنشا بتاعتي. عايزه تشيلي الميه وتحطي لبن براحتك مفيش مشكله. وقلبي بقى كويس قوي. لو عندك كريمه طهي ما تحطيش نشا خالص، وحطي كوبايه الا ربع منها. بس احنا بنعمل حاجه اقتصاديه في البيت، وده زي بتاع بره بالظبط. شايفين كل الكميه دي عامله